المترشحات في إطار مسابقة تحدي القراءة. وطبعا هذه المسابقة بالأهمية بمكان على اعتبار أهمية القراءة ودورها في تكوين شخصية المتعلم والمتعلمة، وأيضا لدورها الأساسي في تقويم التعلمات. طبعا شاركت المؤسسة في هذه المسابقة بجلة من تلامذتها، وأفرزت في النهاية 5 مترشحات ومترشح في المسابقة النهائية التي ستكون اليوم مع هؤلاء. طبعا الشكر الموصول للسادة أعضاء اللجنة العلمية المتكونة من السادة الأساتذة سمير مرزاق، سي عبد الإله شقرون، سي يونس المرابط، وأيضا الأستاذ عبد العالي المري والأستاذ منتصر محمد. وعلى بركة الله ننطلق في هذه المسابقة النهائية، والكلمة للأستاذ سمير باعتباره المنسق لهذه المسابقة. شكرا سيد المدير المحترم. بدوري أهنئ المؤسسة، أساتذة وتلاميذ وتلميذات على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل الانخراط في مشروع تحدي القراءة العربي. بطبيعة الحال كما قلت بذلوا مجهودا يشكرون عليه. لماذا؟ لأن الوقت المخصص لهذه المسابقة كان وقتا ضيقا، ومع ذلك انخرط الأساتذة مشكورين وانخرط التلاميذ والتلميذات. ونريد بهذه المناسبة أن نهنئ هؤلاء التلاميذ والتلميذات على تمكنهم من قراءة 50 كتابا، ما يظهر المستوى المتميز للثانوية التأهيلية الخليج، التي دائما تكون مع الموعد في مثل هذه المسابقات، سواء على مستوى اللغة العربية أو على مستوى اللغة الإنجليزية أو على مستوى الانخراط في التربية على القيم والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان. إن شاء الله سنبدأ هذه المسابقة اليوم. هي مسابقة تأهيلية للمستوى الجهوي، وقد تمكن من إتمام قراءة 50 كتابا التلميذ حمزة أشهبون، الثانية باك علوم فيزيائية، والتلميذة مجدولين جرويط، الثانية باك علوم إنسانية، والتلميذة كوثر طينو، الثانية باك علوم حياة والأرض، والتلميذة هدى أيتموس، الأولى باك علوم أدب وعلوم إنسانية، والتلميذة فاطمة باب الديه جذع مشترك علوم. وإذا نظرنا إلى هذه المستويات فهي ولله الحمد مستويات متنوعة، فيها الجذع المشترك، وفيها الأولى أدب، وفيها الثانية أدب، وفيها الثانية علوم بشقيها الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية. ونتمنى إن شاء الله في السنة المقبلة يكون انخراط أكثر ويكون مشاركة أكبر، على اعتبار أن المسابقة إن شاء الله ستبتدئ مع بداية الموسم الدراسي. إذا ننطلق على بركة الله، وأعطي الكلمة للأستاذ المحترم عبد الإله شقرون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر السيد المدير على حضوره وعلى انخراطه في كل هذه الملتقيات الثقافية والأنشطة التربوية داخل المؤسسة وخارجها. نشكر اللجنة العلمية المتكونة من الزملاء الأساتذة. نشكر السيد الحارس العام على حضوره معنا، ونتمنى من هؤلاء المترشحين أن يكونوا في مستوى اللحظة، وأن يقوموا بتشريفنا لا على الصعيد الجهوي ولا على الصعيد الوطني. سنفتتح هذه الجلسة الاختبارية مع
التلميذ حمزة أشرمون في مجموعة من يعني الكتب التي يعني درسها واطلع عليها لمعرفة مدى استيعابه يعني لها.